يواجه نجم ريال مدريد البرازيلي رودريغو قراراً مهماً بشأن مستقبله مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية وتولي المدرب الجديد تشابي ألونسو مسؤولية الفريق. لم يكن موسم 2024-2025 سهلاً على المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً، خاصة بعد بداية عام 2025 حيث لم يسجل سوى هدف واحد وثلاث تمريرات حاسمة منذ فبراير. وقد أثار هذا الأداء المتواضع مخاوف داخل النادي، مما أثار تكهنات باحتمال بيعه في الصيف. ومع ذلك ووفقا لصحيفة ماركا، أجرى رودريغو محادثة مع تشابي ألونسو قبل السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث أوضح للمدرب الجديد رغبته في البقاء مع ريال مدريد. كما أبلغ الرئيس فلورنتينو بيريز والمدير التنفيذي خوسيه أنخيل سانشيز بقراره بعدم الرحيل هذا الصيف. اعترف مهاجم سانتوس السابق بشكوكه بشأن دوره في المراحل الأخيرة من الموسم، لكنه لا يزال ملتزما مع ريال مدريد. ومع ذلك قد يكون مستقبله محل شك بعد كأس العالم للأندية إذا لم ينجح في إقناع ألونسو بمكانه في التشكيلة الأساسية. من ناحية أخرى، لم يستسلم أرسنال. يبحث المدرب ميغيل أرتيتا عن تعزيزات كبيرة في خط الهجوم، وهو مستعد لاختبار ريال مدريد بعرض قيمته 70 مليون جنيه استرليني لضم رودريغو. وقد أعرض جابرييل ماغالاهيز زميل رودريغو في المنتخب البرازيلي علناً عن رغبته في ضمه إلى لندن. لا أعلم، أتمنى ذلك، ولكن من يدري؟ بالنسبة لي، رودريغو ظاهرة. هذا ما قاله مدافع أرسنال لبودكاست بودباه، مضيفاً: إذا كان الأمر بيدي لوقعت معه فوراً. إذا فشل رودريغو في استعادة ثقة المدرب الجديد بشكل كامل، فقد يكون هذا الصيف أكثر اضطراباً مما كان متوقعاً بالنسبة له.